السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنعمل مع بعض الباتيه بتاع الأفران، بس هنعمله بإيدينا في البيت، وهنعمله بكذا حشوة، مش جبنة بس، لا هنعمله بكذا حشوة. هنشوف الطريقة مع بعض. شايفين قد ايه هو هش وطري وجميل، وشايفين كمان من جوه بسم الله ما شاء الله مورق، والطبقات عاملة ازاي، يعني مش معجن ولا اي حاجة، والسوا بتاعه ممتاز جدا، والطريقة سهلة وبسيطة، واعتقد مش مكلفة بالمرة، لان مكوناته كلها موجودة في كل بيت. مش هنتكلم كتير، يلا بينا نبدأ بسم الله ونشوف الطريقة. في بولة كبيرة شوية هنحط علبة زبادي العادية مش الكبيرة، وهنحط كوباية لبن دافي، معلقة كبيرة من السكر، ومعلقة كبيرة من الخميرة الفورية، ونص كوباية زيت نباتي. وهنقلب الخليط ده مع بعض كويس جدا عشان كل المواد تمتزج مع بعض. وهنا معايا نص كيلو دقيق، انا حاطه 3 كوبايات، ولو احتجت اكتر من كده هزود، وحاطه عليه رشة ملح. وهنضيف الدقيق بالتدريج للمواد السائلة اللي معايا، وهنقلب بالشكل ده. هنحط الدقيق على مراحل طبعا مش مرة واحدة. وهنقلب كويس جدا لغاية ما نخلص كمية الدقيق اللي معايا. انا خلصت 3 كوبايات والعجينة لسه ملزقة بالشكل ده، فتقريبا استخدمت كمان نص كوباية او ربع كوباية. وهنا نقلتها على الرخامة عشان تتعجن كويس. هفضل اعجن فيها كده يعني حوالي 5 دقايق لغاية ما الاقيها خلاص مش بتلزق خالص، وبقت عجينة ناعمة قوي معايا زي ما انتوا شايفين كده. وعلى فكرة العجينة بتاعت الباتيه، العجينة دي بالذات بتبقى حلوة جدا وناعمة قوي وبتتفرد معاكي بكل سهولة. كده خلصنا عجن، هنحطها نرجعها تاني في البولة، وندهن وشها كده بزيت بسيط، وهنسيبها تخمر في مكان دافي. بسم الله ما شاء الله، هنا بالظبط بعد ساعة إلا ربع عليت معايا بالشكل ده. هنقلها على الرخامة ونشوف هنعمل ايه. هنا هنقسمها 2 بسكينة او بقطاعة بأي حاجة عندك. ممكن تقسميها قطعتين متساويتين او 3 قطع زي ما تحبي. هنفرد بالنشابة اول قطعة مش بشكل بقى متساوي، لا المهم ان احنا هنفردها بسمك اقل من سنتي تقريبا، هتبقى رفيعة قوي. طبعا انا بفردها بشكل عشوائي، هتعرفوا ليه دلوقتي. وهنا معايا معلقة زبدة، انا مش مسيحاها، هي بدرجة حرارة المطبخ عادي، طلعتها يعني من الفريزر قبليها. تقدري تحطي سمنة، تقدري تحطي زيت نباتي، بس انا بفضل الزبدة. دهنتها بالشكل دوت بالفرشة، وبعدين هكور العجينة كده واركنها. وهعمل الكلام ده في قطع العجينة كلها. هفرد كل قطعة كده بشكل عشوائي، وبعدين هدهنها بزبدة سواء بالفرشة او بايدك مش هتفرق، دهنة خفيفة كده. وهلم اطرافها بالشكل ده، وهكورها تاني واقسمها. هعمل الموضوع ده مع كل قطع العجين اللي عندي. شايفين الزبدة باينة ما شاء الله بين طبقات العجين، ودي بتفرق قوي يا جماعة، لان بيطلع لنا المخبوزات اللي بنعملها مش معجنة، لا مورقة، بتحسي انها طبقات معاكي. هنا بقى هنفرد العجين، هنحاول نخليها بشكل
مربع زي كده. هنشيل اي زيادات طبعا من فوق ومن تحت لغاية ما نحصل على الشكل ده، وهنقطعها بقى بالحجم اللي انتي شايفاه، شرايح كده، عايزاها اكبر عايزاها ارفع من كده براحتك. وهنا انا بقى ما اكتفيتش بالجبنه بيضه ساده، لا عملت جزء بجبنه بيضه ساده وجزء بجبنه برضو هي كلها جبنه براميلي، وقطعت عليها اوراق بقدونس صغير جدا، وحشوة تانية زيتون اخضر وحطيت عليه رشة زعتر. عايزة اقول لكم بأمانة احلاهم واطعمهم اللي هي بالزيتون والزعتر كانت حلوة جدا. وتليها بقى الجبنة بالبقدونس، طبعا الجبنة بالبقدونس طعمها روعة. ولو عايزاها بجبنة سادة ما فيش مشكلة، اي نوع جبنة عندك، جبنة براميلي، جبنة تلاجة، جبنة مثلثات، كله بيبقى حلو. لفيت اول جزء كده، طبعا اللف سهل جدا وبسيط جدا. وهنا نصيحة، اولا يا ريت تصغري الحجم شوية، لاني لما العجينة بتخمر تقريبا حجمها بيتضاعف، فانتي حاولي تعمليه اصغر من كده. وحاولي وانتي بترصيه في الصاج او في الصينية بتاعتك توسعي المسافات شوية. دي تاني حشوة معايا اللي هو زيتون اخضر، انا مقطعاه طبعا قطع صغيرة وعليه رشة زعتر. ده كان كمان طعمه في منتهى الجمال، وهو في الفرن كانت ريحته قلب الشقة بجد. طبعا انت ممكن ترصي في صاج دهناه زيت بسيط، او تحطي ورقة زبدة وترصي عليها، المتاح عندك اعمليه. خلصنا تاني حشوة معانا اللي هي بالزيتون بالزعتر. انا حبيت اعمل كل حاجة معاكم بالتفصيل، واللف طبعا مفيش اسهل منه. بتلفيها بالشكل ده وتقلبيها على القفلة بتاعتها بتبقى لتحت. وده اخر نوع بقى اللي هو بالجبنة البراميلي، مش الناعمة طبعا اللي هي جامدة شوية. عملت تقريبا من كل نوع 4 أو 5 قطع. بتلفي زي اللي فاتوا بنفس الطريقة كده، وبترصي زي ما قلت صاج عليه ورقة زبدة أو مدهون زيت بسيط. دي آخر قطعة عجين بقى فضلت معايا، فقلت أعمل كرواسون، بس طلع حجمها صغير جدا. هي اتقطعت على شكل دايرة، وعملتها مثلثات صغيرة كده. طبعا انا مش عارفة اتحكم فيها قوي، بس قلت يعني ده حاجة كده هزار يعني مفيش كرواسون اعتقد بالحجم ده، بس هي حتة عجينة فضلت معايا تمام. فقلت اعملها باي حشوة، ولو كان مفيش جبنة بيضة كنت هلفها كده وخلاص. طبعا الكرواسون في لفه سهل جدا جدا جدا، مش محتاج اي حاجة. خلصنا الكمية، هسيبها كده ترتاح في الصاج حوالي نص ساعة. وعقبال ما العجينة بتاعتي او القطع الباتيه بتاعتي ترتاح، هعمل سائل التلميع بتاعنا، عبارة عن صفار بيضة ومعلقة من النسكافيه وحوالي معلقتين 3 لبن. وتقدري تحطي صفار بيضة لو مفيش نسكافيه، ومعلقة خل ومعلقتين لبن، المتاح عندك اعمليه. وهندهن بعد طبعا ما سيبنا قطع الباتيه ترتاح شوية، هندهنها بسائل التلميع ده. شايفين ما شاء الله القطع حجمها زاد، عشان كده قلت لازم نصغر الحجم بتاع قطعة الباتيه شوية، ونخلي المسافة بين كل واحدة وواحدة أكبر من كده، لأن هيبقى نقلها أو تحريكها من مكانها بعد ما تخمر هيبقى صعب شوية. هنخلص الكمية كلها بسائل التلميع بتاعنا.
دهنت كل الكمية معايا بالشكل ده بسائل التلميع. وبعدين هنحط على الوش، انا حطيت حبة البركة وسمسم متحمص، اللي هو السمسم الغامق. عايزة تحطي على كل واحدة حبة بركة بس، سمسم بس، عايزة تحطي كمون صحيح، اي حاجة عندك تمام، مفيش مشكلة يعني انك تغيري في اللي هتحطيه على وش الباتيه. انا حطيت سمسم وحبة البركة، يعني رشة من ده ورشة من ده، طبعا عشان السائل اللي احنا دهنينه، فانتي بترشي السمسم وحبة البركة، بيمسكوا كويس قوي في العجينة، ما بيقعوش ولا حاجة. هكرر نفس الكلام في الكمية كلها. انا طبعا مولعة الفرن بتاعي قبليها ب10 دقايق تقريبا. هحط الصاجات بتاعتي على الرف الوسطاني بالظبط، خد معايا 25 دقيقة وطلع بالشكل ده. وخطوة مهمة جدا، اول ما تطلعيه من الفرن على طول بالبخاخة بتاعة المية، وعلى الوش يعني رشة مية عليه كله كده. الخطوة دي بتفرق جدا لان بتطريه وتخليه هش قوي معاكي. طلعنا الباتيه من الفرن بالشكل ده، بسم الله ما شاء الله، يعني ريحة وطعم، وكمان العجينة كانت بجد معايا ممتازة جدا، يعني من انجح العجائن اللي بعملها بتبقى عجينة الباتيه والكرواسون. هنعمل مع بعض ان شاء الله المرة الجاية طريقة الكرواسون، بس مش هنعمل بجبن بقى، هنعمل بحاجات حلوة بشوكولاتات وكده، وكلها في البيت. هنعمل الشوكولاتة برضو في البيت، حاجة زي النوتيلا كده. ما شاء الله دي طلعت اهي بالجبنة البيضة من جوه مورق قوي. والتوريقة دي بتيجي منين بقى؟ التوريقة دي بتيجي لما فردنا العجينة ودهناها زبدة. الخطوة دي بتفرق قوي، مش عايزة تعمليها طبعا براحتك، بس بتفرق قوي بجد في العجينة، وبتفرق بعد السوا. وده بقى الميني كرواسون، الحتة العجينة الفضلت اللي انا عملتها، طلع برضو لذيذ جدا وطعمه حلو وسواه جميل قوي. اتمنى تكون الطريقة عجبتكم، وانا اسفة طبعا الفيديو طويل، بس انا حبيت اوريكم الطريقة بالتفصيل. ان شاء الله تعجبكم، واستنوني في فيديو جديد.